مساء الخير عليكم متابعيني. النهارده هنقدم وصفه يمكن كتير عارفينها ومتكرره كتير، بس انا حبيت اعملها لكم بطريقه مبسطه وسهله ليكم. هنجيب بوله ونحط فيها 4 كوبايات ونص دقيق، اي نوع دقيق عندك بتستخدميه بس دقيق ابيض. بنجيب خميره 10 جرام ما يعادل معلقتين صغيرين من الخميره، هنحطهم طبعا زيهم معلقتين صغيرين سكر. هنبتدي نقلب المقادير دي مع بعضها، بس هنحط الاول ذرة ملح. هنقلب المقادير الجافة مع بعضها تقليبة كده خفيفة خالص. بعد كده هنبتدي نحط السوائل. هنحط معلقة سمنة، انا حاطه سمنة بلدي، عايزة زبدة حطي، تدي طعم حلو قوي للمعجنات. ربع كوب زيت، ربع كوبايه زيت. هنقلب تقليبه خفيفه قوي كده. بعد كده هنجيب واحده من البيض بحراره الغرفه، يعني طلعيها قبلها كده مثلا بساعتين في المطبخ. بعد ما بنحطها نقلب برضو تقليبه من فوق كده، كل ده خفيف كده، لسه ما عجناش الدقيق مع بعض. بنجيب فنجان صغير نحط فيه لبن دافي، وبنفس الفنجان هنحط زيه كوبايه الميه دافيه. هنلم بيهم العجينه، احتاجت ميه تاني حطي، ده طبعا حسب نوع العجينه، الدقيق اقصد. وبعد كده بنعجنها كويس ونسيبها تختمر. بعد ما بتختمر بيبان شكلها كده، دي علامات الاختمار، بتبقى عاليه، بتحسي فيه مسام باينه من تحت، وتمسكيها خفيفه خالص. هنعمل الكايزر بطريقه سهله بايديكي كده، هتحطيه في ايديكي مش اكتر، ولا هتفردي على ترابيزه، ولا هتجيبي النشابه ولا اي حاجه، بايديكي كده هتكوريها. بس اهم حاجه الجزء اللي احنا ضمناه يكون من الاسفل، عشان الكايزر لما يختمر يطلع لفوق، ما يبقاش مفروض يعني. هنعمل زي ما انتوا شايفين، انا مليت الصينيه على فكره، ده يعني دي كده معناها ان اختمر. بجيب كوبايه لبن او حبه لبن صغيرين وعليهم فلفل اسود، وادهن من فوق الكايزر واحده واحده، وتكون محميه الفرن عاليه قوي، وابتدي احطه في الوسط. مش هياخد اكتر من 10 دقايق. ده لما عملته كان فاتح شويه، بصوا طري زي انا مش عارفه امسكه لان سخن، فيدوبك بوريكم ان انتوا بتمسكوه بملمس خفيف. نسيت اقول لكم، اول ما يطلع ببخاخه نبخ من فوق عليه بسيط جدا، بيخلي الجزء اللي فوق طري. اما القالب التاني ده زياده يعني غمق شويه. يا ريت وصفتي تعجبكم، هستنى تعليقاتكم. سلام.